من عامل بسيط في المطاعم لإمبراطور السياحة والرياضة والفن كمان، عنده ثروة بمليارات وكل سنة بيجيله ملايين السياح، وسر شطارته كشفها بنفسه. كامل أبو علي أهم رجل أعمال في مصر، إزاي بدأ من عامل بسيط لثروة بمليارات، وإيه سر نجاحه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. يمكن ناس كتير سمعت عن رجل الأعمال كامل أبو علي، الراجل اللي مكسر الدنيا بمشاريعه في السياحة والفن والرياضة. بس انت تعرف ان ورا الراجل ده قصة كفاح محدش يعرفها؟ كامل حكى عن بداياته لموقع CNN، وقال انه اصلا اتولد من عيلة بسيطة في بورسعيد، واللي كان بيميزه انه عنده طموح مش طبيعي. كان شايف ان البلد اللي موجود فيها مش كفاية عشان يحقق كل احلامه اللي نفسه يحققها، وساعتها خد قرار من قرارات العمر، استلف تمن تذكرة طيارة وسافر سويسرا وهو مش معاه ولا مليم. قرار محتاج تفكير كتير بس هو خده، وفعلا وصل سويسرا، بلد شكلها جديد عليه وناس جديدة ولغة جديدة وتقاليد جديدة، كل ده وهو واقف هناك في الغربة لوحده. مفيش أهل، مفيش صحاب، مفيش حد هيساعد. بس بدل ما يضعف بدأ من تحت الصفر، اشتغل في غسيل صحون، كان كل يوم يقف ساعات طويلة قدام المية، وشوية بشوية اتعلم كل حاجة في المطاعم، وبقى مساعد شيف وبعدها جرسون. وحسب ما صرح في موقع CNN، كل شغلانة كان بيعملها بكل حب وبتركيز وكأنها أهم وظيفة في العالم. كان بيبص للموضوع مش إنه بيشتغل في مطعم، كان شايفها مدرسة. اتعلم نظام، اتعلم خدمة، اتعلم يعني إيه جودة، وتعلم إن اللي بيحترم شغله الشغل يحترمه ويرفعه. عشان كده بعد 5 سنين تعب وشغل متواصل، قرر ياخد خطوة جديدة. كان معاه شوية فلوس وخبرة جبارة، وفتح أول مطعم صغير ليه في سويسرا، مطعم بسيط بس خدمة على أعلى مستوى. ومن بعدها كامل أبو علي بدأ يكبر، وبعدين فتح المطعم التاني وبعدين التالت. وفي سنة 1984 الصحافة السويسرية راحت كاتبة عنه نجم قطاع المطاعم، شاب عربي جاي من بورسعيد وبقى نجم في بلد زي سويسرا حسب تقارير صحفية. بس هو ما اكتفاش بحبه للمطاعم، تدخل كمان في الرياضة وبقى مساهم في نادي نيوشاتل السويسري. ومش بس كده، قرر يخلي لاعيبة مصريين كبار يحترفوا هناك. يعني ما اكتفاش ينجح لنفسه، لا جرب معاه ناس من مصر عشان ينجحوا بره كمان. وحسب موقع العربية في سنة 1992 قرر يرجع لمصر. بلدنا وقتها كانت محتاجة حد عنده رؤية، حد شايف المستقبل بشكل مختلف. بدأ بفندق صغير في الغردقة باسم بيك الباتروس، والنهاردة الشركة دي بقت إمبراطورية سياحية وفيها أكتر من 25 فندق ومنتجع وأكتر من 14,000 غرفة، وبتشغل أكتر من 12,000 موظف. مش بس كده، ده نجح يخلي الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم من أهم الوجهات السياحية اللي العالم كله بيتكلم عنها. في 2023 بس الفنادق بتاعته استقبلت أكتر من 1,350,000 سائح، يعني لو كل 10 سياح جم مصر واحد منهم كان في الفندق بتاعه حسب موقع CNN. وكمل أبو علي ما وقفش في مصر بس، راح كمان المغرب. من 2010 بدأ استثمارات هناك وفتح فنادق فخمة جدا، وعمل أول أكوا بارك في المغرب، وده كمان دخل على الفن وأنتج أعمال كتير. الحقيقة إن كل مشروع بيعمله ليه فكرة مختلفة وتصميم مختلف، لأن النجاح مش إنك تكرر نفسك، النجاح إنك تبهر الكل كل مرة من جديد. كامل لما اتسأل ليه بتنجح دايما، قال لموقع CNN النجاح مش بس فلوس، النجاح انك تساعد الناس. هو شايف ان اجمل حاجة ربنا رزقه بيها مش الفلوس ولا الشهرة، لا رزقه انه شغله يخلي الناس مبسوطة. ودلوقتي قول لنا شايف ايه سر نجاح كامل ابو علي؟